مدينة هليوبلس الجديدة من أكتر المناطق اللي اتسألت عليها الفترة اللي فاتت دي. حابب أعرفكم بس تفاصيل صغيرة عنها، في كتير منكم ما يعرفش اللوكيشن، فيا ريت اللي ما يعرفش حاجة عنها يركز معايا في الفيديو ده. أولا، هي يعتبر من أفضل المناطق اللي موجودة في منطقة شرق القاهرة، لأن هي ما بين مدينة الشروق ومن مدينة بدر، على طريق السويس قصاد مدينتي، وعلى طريق الإسماعيلية قريبة جدا من المركز الطبي العالمي والبروج. فاللوكيشن بتاعها مميز جدا، قصاد العاصمة الإدارية الجديدة، على طول قصاد المستقبل سيتي. فلوكيشن ممتاز، زائد ان هي مدينه واخده شكل الكومباوند، يعني ليها بوابات. فطبعا مميزه جدا في السكن، لان هي مدينه مصنفه مدينه سكنيه درجه اولى يعني. زائد ان هي دلوقتي طبعا بقت كل الشركات الكبيره بقت تجري تاخد اراضي هناك. زي عندك مشروع سودك ايست بقاله اكتر من ست سنين شغال هناك. شركه نيو جيزه خدت اكبر قطعتين ارض موجودين هناك، ده على طريق السويس على طول، والتانية على طريق اسماعيلية. عندك مدينة نصر الإسكان والتعمير خدت مشروع طلالة هناك. عندك شركة البطل. عندك حوالي 5 أو 6 كومباوندات هناك كويس. طيب بالنسبة بقى للحاجات اللي خارج كومباوند، عندك 3 مناطق سكنية. عندك الحي الأول، الحي الثاني، الحي السادس. دول ال3 مناطق السكنية اللي فيها عماير انديفيدوال هناك، وكويسين جدا، اماكنهم مميزه قوي. والمساحات فيها اعتقد بتبدا من اول 110 متر تقريبا، اقصى حاجه معاك تقريبا حوالي 200 متر. فنقدر نشتري شقه مساحه كويسه، وفي نفس الوقت السعر بتاعها كويس قوي، لان هم بيبداوا المتر من اول 15,000 تقريبا، اقصى حاجه لسعر المتر 20 او 21,000. والتقسيط بيوصل معاك من اول 3 سنين، بيوصل معاك لغايه 6 او 7 سنين في بعض الشركات. اللي انا بس عايزك تركز فيه، اللي انت وانت بتشتري في اليوبلس الجديده بره كومباوند، لازم تتاكد من الشركه وسابقه اعمالها. فيا ريت اي حد بيفكر يشتري شقه في شرق القاهره ومحتار ما بين المناطق، وكمان السعر عالي عليه، لا ممكن نشوف اليوبلس الجديده في حاجات مميزه جدا جدا جدا. المدينه يا جماعه بقت بجد من افضل المدن الموجوده هناك.